السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. والنهارده يوم جديد من يوميات بوسي، ويومنا النهارده هنبدأه بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنعمل النهارده مع بعض رقاق العيد. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل الرقاق بما ان دخل علينا عيد الأضحى، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعودوا علينا بخير بإذن الله، والأمة الإسلامية كلها بخير وبصحة وسعادة. هنعمل مع بعض الرقاق، والرقاق طبعا ده شيء أساسي في عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض الرقاق المحمص، وهنعمل كمان الرقاق الطري. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وطريقته يعني بسيطة جدا. كمان أي حبة دقيق صغيرين قد كده يعمل لك كمية كبيرة. يلا نشوف. بس أول حاجة عايز أشكر قناة بيت العيلة مع منى ومريم حبيبة قلبي منى، قناتها جميلة جدا جدا. وكمان بشكر قناة حياتي في بيتي مع أم محمد، قناتين تحفة، أتمنى تزوروهم. عندهم كل جديد. هنشوف النهارده بقى الرقاق بتاعنا. عملت الرقاق الطري وعملت الرقاق الناشف. بما ان بقى دخل علينا عيد كبير، يلا نشوف عملناه ازاي ونشوف مقاديره. سهل وبسيط جدا جدا، وكمان هقول لك ازاي تعمليه بسرعه رهيبه. يلا نشوف هنعمل ايه ونشوف مقاديرنا ايه. انا معايا هنا دقيق وملح وميه، بس كده هو ده مقادير الرقاق. ما بيحتاجش اي حاجه غير كده، دقيق وملح وميه. انا هنا معايا حوالي كيلو من الدقيق، ومعايا كمان معلقه كبيره من الملح، وهحط ميه على حسب الاحتياج. النهارده انا هعجن بالعجان لان هعمل كميه صغيره معاكم عشان اوريها لكم. هبدأ بقى أعجن. جبت الحلة بتاعت العجان بتاعي وحطيت فيها كيلو من الدقيق، ده حوالي كده كيلو من الدقيق، وهحط معاه معلقة كبيرة من الملح. ولازم يكون عندك دقيق تاني علشان هتحتاجي دقيق للرش، عشان ترشي على الرقاق وانت بتفرديه لأنه بيتفرد بالدقيق. تمام كده. يعني الكيلو الدقيق ده عليه عايز كده حوالي ربع كيلو من الدقيق كمان للرش. وهحط كده معلقة ملح كبيرة على الكيلو الدقيق، وهحط مية. بس كده هقلب بس الملح بتاعي الأول مع الدقيق، وميه عاديه خالص، ولا ميه دافيه ولا ميه ساقعه، ميه عاديه خالص. هحطها بدرجه حراره الغرفه وهعجن بيها على طول. هنا حطيت حوالي كوبايه من الميه، ما تحطيش الميه مره واحده. حطيت حوالي كوبايه من الميه، وكل ما يحتاج هو في العجان طبعا انت هتشوفي، كل ما يحتاج هتزودي حبه بحبه. طبعا كل دقيق على حسب النوع بتاعه. في نوع دقيق بياخد كميه ميه كبيره، وفي نوع دقيق ما بياخدش ميه وما بيشربش ميه نهائي. فانا هنا هزود الميه على حسب الاحتياج بتاعي. هزود ميه لحد ما الدقيق يختفي معايا نهائي، ما اشوفش اي اثر للدقيق خالص. هزود كده حبه بحبه والعجان بتاعي شغال. سهل جدا وبسيط. لو اشتريتيه من بره، الكيلو دلوقتي عامل 25 جنيه من بره، لكن هنا انت لو جبتي كيلو دقيق ب6 جنيه او ب7 جنيه هيعمل لك كميه كبيره جدا. موفر جدا جدا، يعني الحاجه اللي بتعملها في بيتك موفره جدا. هنا كده بقى العجان بتاعي برضو حسيت ان هو عايز ميه شويه، هديله ميه. ليه حسيت انه عايز ميه؟ لان كتله العجينه كلها اتلمت بقت في جنب واحد وبتلف في جنب واحد فقط. معنى كده ان هي تقيله وعايزه ميه، فانا حطيت لها حبه ميه كمان. وهنفضل بقى نضرب فيها لحد ما اوريكي النتيجه بتاعتها في الاخر بالشكل ده. لما تلف بقى حوالين العجان نفسه يبقى كده تمام. شايفين حتى ناعمه وحلوه ازاي؟ كده اتعجنت تمام. هقفل عليها بقى واشيلها. هي طبعا اهم حاجه العجن. ممكن تعجنيها بايديكي طبعا، بس هتاخد وقت شويه. يعني بالعجان هتاخد حوالي 10 دقايق. على ايديكي كده هتاخدي ربع ساعه كده تدعكي فيها وتدلكيها كويس جدا. انا هنا بقى ايه بلمها على الرخامه، لكن هي ملمومه حلوه جدا. العجان عجنها وهي مطاطيه وحلوه جدا. اهم حاجه في العجن ان هي تتعجن كويس، علشان لو ما اتعجنتش كويس وانت بتفردي الرقاق هتتقطع منك. شايفين كده اتعجنت حلوه قوي وناعمه، وفي نفس الوقت طريه كده ومطاطيه وحلوه جدا. هبدا بقى اقطعها على حاجه، ارش عليها دقيق، اي طبق كده هرش عليه حبه دقيق، واقطع بقى الحجم اللي يناسبني. طبعا على حسب بقى الصواني اللي عندك. لو عندك انت صينيه كبيره اعملي احجام كبيره على حسب الرقاقه. هي بتاخد كده قد قطعه كده قد الاستفنديه. بتكعوريها بقى كده وتقطعي الرقاق بتاعك كله. انا طبعا ما سبتهاش ارتاحت ولا حاجه، انا هسيبها ترتاح بعد ما تتقطع. تمام. هقطع بقى الكمية كلها، وكده خلصت معايا كمية الرقاق بتاعي. العجينة مش قادرة اقول لكم عشان معجونة كويس، ناعمة جدا جدا وطرية وحلوة جدا.
هغطيها بقى بكيس بلاستيك وهسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، مش اقل من كده، وكل ما ارتاحت اكتر بيكون افضل طبعا. انا هسيبها ترتاح وبعد كده هنشتغل فيها على طول مع بعض. لازم ترتاح عشان لو ما ارتاحتش هتبقى معاكي زي الاستيك، مش هتعرفي تفرديها خالص، لكن لما ترتاح هتتفرد معاكي بكل سهولة. هوريكي هنا طريقة الفرد اللي بفرد بيها، وادي الدقيق اللي انا هفرد بيه. بحط كده كمية من الدقيق كويسة علشان العجين بتاعي ما يلزقش مني، وهاخد بقى كورة من الكور اللي احنا عملناها مع بعض علشان اوريكم. شايفين ناعمة وتحفة ازاي؟ اهم حاجة ان انت تغطيها بكيس علشان ما تنشفش معاكي. هبدأ بقى احط دقيق كده، دقيق كويس يعني كمية كويسة كده، واخد كورة كمان واحطهم على بعض علشان هفرد الاتنين على بعض. طبعا لو انت عايزه تفردي واحده بس افردي واحده بس براحتك خالص، لكن انا هنا بفرد اتنين مع بعض علشان انجز في الوقت. يعني الوقت اللي هفرد فيه واحده هفرد فيه اتنين مع بعض، بس كل وقت والتاني كده افصلهم عن بعض واحط دقيق وارجع تاني افرد. يعني ما تنسيش النقطه دي خالص، اوعي تنسي بس ان انت تفردي على طول، علشان في الاخر هتلاقيهم لازقين في بعض مش هتعرفي تفكيهم. ما بين فردة وفردة كده تفكيهم من بعض وتحطي دقيق وتقلبيهم. تمام كده بيتفردوا بكل سهولة. الوقت اللي هتفردي فيه واحدة هتفردي فيه اتنين، وفي نفس الوقت اللي هتسوي فيه واحدة هتسوي فيه اتنين. هوريكي كمان طريقة التسوية دلوقتي. شايفين بيتفرد وناعمة وحلوة جدا ازاي؟ طبعا عشان معجونة كويس جدا هي مش هتتقطع معانا. مهما تفردي فيها تشيليها كده تقلبيها كده بصي ماسكة نفسها معاكي، والعجينة مرنة وحلوة جدا جدا علشان معجونة كويس. لكن بقى لو مش معجونة كويس هتلاقيها تتقطع منك خالص. تمام كده انا فردتهم كده. افرزي رقيق على قد ما تقدري. هاخد بقى كده اول واحده مش لازقين في بعض خالص ازاي، لان ما بين الوقت والتاني زي ما قلت لكم بحط دقيق. هنروح بقى على الفرن. انا مشغله الفرن هنا وحاطه عليه صاجه. بقى فوق الصاجه نفسها بتاعه الفرن حاطه كمان صاجه. الصاجه بتاع الفرن التانية حطاها عليه علشان الرقاق بيكون رقيق جدا، ولو طليته النار هيتحرق منك بسرعه رهيبه ويكون لسه ما استويش. تمام شايفين انا حاطه الصاجه فوق الصاجه علشان ما يتحرقش مني. واول ما يتشمع معايا كده اروح قلبها على طول على الناحيه التانية. هوسع بقى وهروح اجيب الرقاقه التانية اللي انا عملتها وهسوي الاتنين كده مع بعض. انا بلفها كده على النشابه بتاعتي او المردنه وبنفض منها الدقيق اللي عليها، وبروح كده في الفرن وبمشي المردنه كده وهي بتفرد معايا الرقاقه بتاعتي. كده انا فردت اتنين مع بعض وسويت اتنين مع بعض، يعني انجزت في نفس الوقت اتنين مع بعض استووا مع بعض واتفردوا مع بعض. كده بتختصر وقت طويل جدا عليكي. لو انتي طبعا شايفين الرقاق بيقب ازاي، لازم طبعا يحصل فيه فقاقيع كده. لو ما حصلش فيه فقاقيع يبقى الرقاق بتاعك مش ناجح، علشان طبعا لما تيجي تسقيه شوربه بعد كده يشرب معاكي الشوربه ويضطر ويكون حلو. لكن لو ناشف وما فيهوش الفقاقيع دي مش هيبقى حلو معاكي ومش هيضطر لما تيجي تحطي له الشوربه. واهم حاجه نسويه كويس ونشوف كده انه بدأ يظهر ليه لون خفيف كده. وبعد كده علشان يتحمص معانا او ينشف، شايفين ابقى ازاي كله، هطلعه بقى على الشبكه من فوق. لو انا طبعا عايزاه طري هطلعه في الوقت ده والفه على طول رول او مثلث واحطه في كيس على طول. انا طبعا هعمل حبه طري وهعمل حبه متحمص. طبعا المتحمص ده احنا برضو بنعمله صينيه، والولاد ساعات بيكسروه في اللبن، وبنعمل منه حاجات كتير، وساعات بعمل منه ام علي، وبعمل حاجات كتير بالرقاق الناشف. لازم يكون عندي ده ويكون عندي ده. طلعتهم فوق على الشبكه واسيبهم بقى كده يتحمصوا شويه علشان ما يطلعوش طراي. وطبعا لو انت بقى مش عايزه تخليهم في الفرن او يتحمصوا اكتر من كده او ياخدوا لون اكتر من كده، فانت هتطلعي عادي وتشغلي عليه المروحه مفيش اي مشكله، هينشف برضو معاكي. لكن انا بحب احطه كده على الشبكه شويه من فوق علشان بس ايه ينشف شويه، ولو في اي ميه كده وطراوه تروح معايا في شبكه الفرن. تمام شايفين الحته اللي اتقطعت دي اتقطعت من النشابه، ما اتقطعتش خالص من وانا بفرد، ولا اتقطعت مني وانا بقلبها ولا اي حاجه خالص. لا حرف النشابه جه فيها فاتقطعت حته صغيره، فمش مهم خالص حتى لو اتقطعت منك ما فيهاش اي مشكله. برضو فردت اتنين على بعض نفس الطريقه، وادي الاتنين اللي فوق استووا. هشيلهم دلوقتي واطلعهم واحط اتنين تاني تحت. شايفين حاجه سهله جدا جدا وبسيطه. شايفين شكل الرقاق تحفه ازاي؟ دي كده اتعملت معانا هطلعها وهسيب التانية لانها لسه طريه شويه. هركن دي بقى كده على جنب واروح اجيب التانية احطها جنبها علشان نختصر الوقت زي ما قلت لكم.
طبعا برضو لو حته اتنت منك هتجيبي المعلقه وتقلبيها، مفيش اي مشكله خالص. وقت ما يتشمع واول ما يتشمع معاكي لازم تقلبيه على الناحيه التانية علشان يديك الفقاقيع اللي بتكون في الرقاق. وعايزه اقولك كمان على نصيحه، اوعي تعملي الرقاق وتفرزيه كله مره واحده وتركنيه جنبك وبعد كده تقولي ايه ابقى اسوي على مهلي، لا، اللي تفرديه في نفس الوقت سويه. شايفين شكله كله فقاقيع وحلو جدا ازاي؟ اللي تفرديه في نفس الوقت سويه. لو ركنت جنبك رقاقه او اتنين وجيتي تسويها بعد كده عمرها ما هتديك الفقاعات الحلوه دي ولا هتطلع معاكي بالشكل ده. هتحطيها زي ما هتحطيها زي ما هتطلعها من الفرن. لو ركنتيها جنبك اوعي تركني رقاق وتقولي هعمله بقى كله الاول او اخلص مثلا جزء وبعد كده اقعد اسويه على مهلي، لا. اول حاجه هينشف منك وهياخد هوا وبعد كده تيجي تحطيه في الفرن هتلاقيه زي ما حطيتيه في الفرن زي ما طلعتيه مش هيدي معاكي كده اي فقاعات ولا هيديكي شكل الرقاق الجميل ده. طبعا في ملاحظه برضو عايزه اقولك عليها، كل مره تيجي تحطي رقاق في الفرن لازم تمسحي الصاجه. انا كنت جنبي حته فوطه مطبخ في شويه ميه وكل شويه بعصرها وامسح بيها قبل ما احط الرقاق التاني، علشان طبعا الرقاق اللي بيكون فاضل او الرقاق بينزل زي دقيق والدقيق بيتحرق، ولو حطيتي عليه رقاقه تانية هتديكي لون اسود كده في قلب الرقاق. شايفين شكله تحفه ازاي وكله فقاعات وحلو جدا. انا بحط دول وبشيل دول على طول، يعني بنجز في الوقت على طول. هطلع دول فوق واروح افرد غيرهم وخلصوا معايا على طول. دول بقى كده هطلعهم معايا طري، هطلع معايا رقاق طري وهلفه واشيله. تمام، انا كده طلعت دي طريه مش هحطها بقى فوق. اللي انا عايزاه طري مش هحطه فوق على الشبكه خالص، هطلعه كده من الفرن وبعد ما اطلعه اعمله مثلث كده او اعمله رول واحطه في الكيس على طول علشان يفضل معانا طري، وبعد كده نحطه في الفريزر وقت ما نعوزها نطلع ويفك ويكون زي الفل. هكمل بقى الكميه بتاعتي وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خلصت كده الرواق بتاعي كله طالع تحفه حلو جدا جدا جدا. كله فقاعات كده زي ما انتم شايفين. عملت حبه طري وعملت حبه بالشكل ده. طبعا الكميه هنا كبيره لان انا عامله مره قبل دي، يعني انا عملت مره قبل دي علشان طبعا العجان بتاعي ما بياخدش غير كيلو دقيق، فانا عملته على مرتين. عملت معاكم على مرتين وانت تقدري تعملي طبعا كل يوم تعملي جزء علشان ما يبقاش تعب عليكي. الرقاق طالع تحفه، طالع حلو جدا. لسه كمان عندي شويه كمان، انا ما حطيتلكوش كل الرقاق، لسه في كمان حبه من المرتين اللي انا عملتهم، يعني ال2 كيلو دقيق هيعملوا لك كميه حلوه جدا. لكن لو اشتريتيه من بره بجد غالي ومبقاش نضيف زي كده. انت منضفه حاجتك ونخله كمان الدقيق عندي منخول ونضيف وكل حاجه نظيفه وعاملاها بايديكي. اتمنى بقى فيديو النهارده يكون عجبكم. انا حطيت بقى الرقاق التاني في كيس، الرقاق الطري حطيته في كيس وحطيته في الفريزر، وان شاء الله استنوا الفيديو الجاي باذن الله. هعمل لكم صينيه رقاق طري باللحمه المفرومه، هتكون تحفه وحكايه من الرقاق اللي احنا عملناه مع بعض. اتمنى لو عجبكم بقى فيديو النهارده تحطوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لناس كتير، ولو انت لسه جديده في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس هيوصلك اشعار بكل جديد. كل سنه وانتم طيبين، احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.